السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل مع وصفه حلوه قوي. هنعمل مع بعض السنه بقى. قبل ما نبدا نصلي ونسلم على رسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. معايا مقاديرنا: معايا نص كيلو دقيق وبيضتين وثلاث معالق كاكاو وثلاث معالق زبده وباكو خميره، ومعايا ورقه فانيليا وكوبايه لبن. هندخل الدقيق بتاعنا مع بعض. هندخل الدقيق. وصفتنا سهله وبسيطه قوي النهارده، هي مقاديرها بس كتير، بس هي سهله يعني. وهنضيف كل المكونات الجافه حتى السائله، برضو هنحط الزبده وهنحط البيض وهنحط، معلش انا نسيت اقول لكم ان في معلقتين سكر و... ونص معلقه ملح. هقلب كل المكونات وهدفي كوبايه اللبن عشان هحط الخميره على اللبن دافي. هنزل بالزبده وهبدا اقلب فيها، وهرجع بعد كده احط البيضتين وبرضه ادخل كل المكونات دي في قلب بعضها واقلبها كويس جدا. وبعد كده هاخد كوبايه اللبن واحط عليها ظرف الخميره، هقلبها كويس قوي. طبعا زي ما احنا متعودين الدقيق هو اللي بيتحكم في كمية المية اللي احنا بنحطها. بس العجينة دي انا عايزاها عجينة طرية، مش عايزاها عجينة متماسكة، مش زي عجينة البيتزا، اطرى من عجينة البيتزا كده. هنقلبها بقى طبعا. طبعا مش هتنفع الاسباتيلا، هندخل ايدينا. بصي العجينة، انا هحط بقى دلوقتي على الرخامة، طبعا غسلها كويس قوي. احط طبعا كمية دقيق، اديني عجنتها اهو، واغطيها. بصي ملمسها، انا بوريكي ان ملمسها طري قوي. هغطيها بقى واسيبها تخمر نص ساعة ان شاء الله، ونرجع لها تاني نشوف هنحضر مع بعض ايه. اغطيها بقى باذن الله واحطها في مكان دافي، اسيبها تخمر. نحضر بقى مع بعض الحشوة. انا معايا هنا 3 معالق سكر، وهحط عليهم معلقتين كاكاو. هي طبعا بتبقى سكر وقرفة يعني، بس احنا بصراحة ما بنحبش يعني، ما بنفضلش طعم القرفة. فهنستبدل القرفة، الكاكاو بالقرفة، وهنحط حاجة بسيطة قوي من القرفة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. كل العجينة بتاعتنا بأمر الله خمرت. هركنها بقى على جنب، وهجيب العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتي خمرت اهي. زي ما انا قلت لك العجينة بتلزق. بصي انا هطلع بقى فقاعات الهواء اللي فيها، هفردها على دقيق، وهفرد النشابة على دقيق لان العجينة بتاعتي بتلزق. انا فردتها. هجيب معلقتين زبدة، وهبدأ بقى افردهم على قلب العجينة. طبعا اللي عندك اشتغلي بيه، زبدة، سمنة، هي بس عشان التوريقة اللي جوه بس. انا هضيف بقى دلوقتي السكر، المكونات اللي انا حطاها، الكاكاو والقرفة والسكر عليها كلها، وهبدأ الفها رول. هلفها بقى رول بالشكل ده. بس حاولي اما تيجي تفرديها تبقى تحطي مادة تحت، يا دقيق لا زيت، عشان تتفرد معاكي وما تلزقش في الرخامة. انا طبعا هقطعها دلوقتي على شكل وردة. انا جيت اقطعها بالسكينة لان السكينة هي محطوطة، مش هتنفع بالسكينة. فانا جبت فتلة وببدأ ادخل الفتلة كده تحت في قلب العجينة، وبقطع بيها، بتبقى معايا بالشكل وردة بالشكل ده. هقطع كل الكمية اللي معايا وهبدأ ارصها في الصينية. انا هعملها مرة تاني معاكم اوريكي. سهلة أوي وبسيطة أوي، ومش هتغلبك، لكن السكينة بصراحة تقطيعها صعب. اهي. انا هبدأ بقى دلوقتي كده اخلص كل الكمية. انا رصيتها اهي في قلب الصينية، وهسيبها تخمر، وهرجع لك بعد ما تخمر بأمر الله. اهي معايا خمرت، بصي بالشكل ده، شكلها جميل أوي بعد ما خمرت. انا ادخلها الفرن. هي طلعت معايا من الفرن. انا هحضر بقى الصوص اللي احنا نحطه على فوق. انا معايا جبنه كيري، طبعا دي بديل الجبنه الكيري، دي جبنه سايبه كيري. ومعايا هنا نص كوبايه لبن ونص كوبايه سكر بودره. هقلب كل المكونات دي مع بعض. عندك كيري استخدميها، ما عندكيش كيري هتستوفي الغرض برضو، دي بتديكي نفس النتيجه برضو. احط بقى كميه اللبن بالتدريج، لان عايزه القوام، انا مش عايزاه ولا خفيف قوي ولا سائل قوي. هبدا اضرب فيه بقى. هضيف كميه اللبن شويه بشويه.
وهحط ظرف فانيليا. ادي المكونات بتاعتنا كلها اهي، بص انا ضربتها اهي، واحط الفانيليا معاها. دي اخر خطوة معانا. وهحط بقى، هبدأ كده اصب على السينابو بتاعنا. هي وصفة جميلة أوي، سهلة بصراحة، مش صعبة. هي مكوناتها فيها مكونات كتير، بس سهلة أوي وجميلة. وبصراحة أرحم من بره. انت لو جيتي جبتي قطعة من بره، شوفي انت هتجيبيها بكام. شوفي احنا عملنا صينيتين بخامات قليلة أوي، وحاجة نضيفة وبيتي، وهتعجبك وهتعجب أولادك. أفضل بقى أضيف كده كل المكونات اللي معايا، السائل اللي معايا، هدخلها فيها كلها. كانت في منتهى الجمال والله. ما تنسوش بقى يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايكات كتير، ويا ريت كل اللي انا بقدمه يعجبكم. ولو في ملحوظة ولا في حاجة تقولوا لي عليها. شكرا.